وقد عادت نسور قواتنا الجوية إلى أرض الوطن بعد تنفيذ مهامها بنجاح، فيما تواصل القوات المسلحة مهامها للرد بكل قوة لحماية السيادة المصرية وردع أي محاولة للمساس بعزة وكرامة شعب مصر العظيم. أولا، أقوى الأسلحة البرية للجيش المصري دبابة M1 أبرامز. تم تجميع 1360 دبابة M1A1 في مصر لصالح الجيش المصري بالتعاون مع الولايات المتحدة. M1 أبرامز هي دبابة قتال أمريكية من الجيل الثالث، صممتها شركة كرايسلر وسميت على اسم الجنرال كريتون أبرامز. تم تصميمها للحرب البرية المدرعة الحديثة، وهي الآن واحدة من أثقل الدبابات في الخدمة بحوالي 68 طنا، وقدمت العديد من الميزات المبتكرة بما في ذلك المحرك التوربيني المتعدد الوقود، والدرع شوبهام المركب المتطور، ونظام التحكم في الحرائق بالكمبيوتر، مخزن الذخيرة المنفصل في حجرة التفجير، وحماية MBC لسلامة الطاقم. ثانيا، رجمة الصواريخ المتعددة M270 MLRS بعدد غير معروف، وهي نظام صواريخ متعددة الإطلاق، عبارة عن قاذفة صواريخ مدرعة وذاتية الدفع المتعددة. منذ أن تم تسليم أول M270S للجيش الأمريكي في عام 1983، تم اعتماد M270 من قبل العديد من دول الناتو. تم تصنيع حوالي 1300 نظام M270 في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب أكثر من 700 ألف صاروخ. انتهى إنتاج M270 في عام 2003 عندما تم تسليم الدفعة الأخيرة إلى الجيش المصري. ثالثا، صاروخ باليستي متوسط المدى هواسونغ 7 وبعدد غير معروف. صاروخ هواسونغ 7 المعروف أيضا باسم نودونغ 1 هو صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود السائل والمتحرك من مرحلة واحدة طورته كوريا الشمالية. تم تطويره في منتصف الثمانينات، وهو عبارة عن تعديل موسع للطائرة السوفيتية SS-1 والمعروف أكثر باسم التعريف الناتو سكود. يقدر المخزون بحوالي 200 إلى 300 صاروخ. يقدر المركز القومي للاستخبارات الجوية والفضائية التابع للقوات الجوية الأمريكية أن اعتبارا من يوليو 2017 تم نشر أقل من 100 قاذفة تشغيليا. رابعا، منظومة الدفاع الجوي طويلة المدى S-300VM. تم طلب نظام الصواريخ S-300VM في عام 2014 كجزء من صفقة الأسلحة المصرية الروسية بمليارات الدولارات. تم توقيعها في وقت لاحق من ذلك العام. يشمل العقد الذي تبلغ قيمته مليار دولار 4 بطارية وموقع قيادة وعناصر خارجية أخرى. في عام 2015 بدأت روسيا في تسليم مكونة النظام، وبدأ الجنود المصريون تدريبهم في مراكز التدريب الروسية. بحلول نهاية عام 2017 تم تسليم جميع البطاريات إلى مصر. تجري روسيا محادثات مع مصر بشأن تسليم أنظمة 2500 أنتي إضافية. ثانيا، أقوى الأسلحة الجوية للجيش المصري المقاتلة سو 35 26 تحت الطلب، و5 مقاتلة سو 35 في الخدمة في عام 2020. سوخوي سو 35 هو التسمية لمشتقين محسنين لمقاتلة الدفاع الجوي سو 27، وإنها مقاتلة ذات مقعد واحد ذات محركين فائقة المناورة. تم تطوير النوع في الأصل من قبل الاتحاد السوفيتي من نوع سو 27، وكان معروفا باسم سو 27 آم. قامت بدمج كواكب ورادار متعدد الوظائف مما يمنحها قدرة متعددة الأدوار. قام أول نموذج أولي برحلته الأولى في يوليو 1988 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ثم أعادت سوخوي تسميتها على أنها سو 35 لجذب طلبات التصدير. تم إنتاج 14 طائرة واستخدامها في الاستخبارات والتوضيحات، وأحد الأمثلة كان يحتوي على محركات التوجيه الدفع، وتم إعادة تصميمه بدوره على السو 37. ثانيا، المروحية الهجومية أباتشي AH-64، وتمتلك مصر 46 طائرة هليكوبتر من هذا النوع و10 تحت الطلب. طائرة بوينغ AH-64 أباتشي هي طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية ذات عمود توربيني مزدوج مع ترتيب الهبوط من نوع العجلة الخلفية وقمرة القيادة الترادفية لطاقم مكون من شخصين، وهي تتميز بمجموعة مستشعرات مثبتة على الأنف لاكتساب الهدف وأنظمة الرؤية الليلية، وهي مسلحة بمدفع سلسلة M230 مقياس 30 ملم يتم حمله بين المعدات الهبوط الرئيسية تحت جسم الطائرة الأمامي، و4 نقاط صلبة مثبتة على أبراج ذات أجنحة لحمل الأسلحة والمخازن، وعادة ما تكون خليطا من الهيل فاير الصواريخ
وقذائف هيدرا 70 HH-64 لديها عدد كبير من الأنظمة الفائضة لتحسين القدرة على البقاء على قيد الحياة القتالية. ثالثا طائرة الإنذار المبكر E-2 هاوكي. تمتلك الجوية المصرية 8 وحدات من هذه الطائرة. تعرف E-2 نوثروب جرومان طائرة إنذار مبكرة تكتيكية محمولة جوا. في جميع الأحوال الجوية تم تصميم هذه الطائرة ذات المحرك التوربيني المزدوج وتطويرها في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي من قبل شركة جرومار إيركرافت التابعة للبحرية المصرية كبديل للطائرة E-1 تراسر السابقة ذات المحركات المكبسية، والتي سرعان ما أصبحت قديمة الطراز. تمت ترقية أداء الطائرة بإصدارات E-2B و E-2C، حيث تم إجراء معظم التغييرات على الرادارات والاتصالات اللاسلكية بسبب التقدم في الدوائر الإلكترونية المتكاملة والإلكترونية الأخرى. ثالثا أقوى الأسلحة البحرية للجيش المصري حاملة المروحيات ميسترال كلاس. وتمتلك البحرية المصرية حاملة من هذا النوع. فئة ميسترال هي فئة من 5 سفن هجومية برمائية، تعرف أيضا باسم حاملة الطائرات الهليكوبترز، تابعة للبحرية الفرنسية، يشار عليها باسم سفن الإسقاط والقيادة، وهي سفينة من طراز ميسترال قادرة على نقل ونشر 16 طائرة هليكوبتر من طراز NH-90 أو تايجر، 4 صنادل هبوط، وما يصل إلى 70 مركبة بما في ذلك AMX-13 ودبابات ليكليرك أو كتيبة ليكليرك للدبابات المكونة من 40 فردا و480 جنديا. وتم تجهيز السفن بمستشفى بسعة 69 سريرا، وهي قادرة على العمل كجزء من القوة الاستجابة لحلف شمال الأطلسي أو مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. ثانيا فرقاطة فريم بيرجاميني. وتمتلك البحرية المصرية 2 فرقاطات من هذا الطراز. بيرجاميني هي فئة من الفرقاطات المتعددة الأغراض صممتها فيانكاتيري ونافال جروب للبحرية الإيطالية والفرنسية. تم تكليف السفينة الرائدة من فئة أكيتاين في نوفمبر 2012 من قبل البحرية الفرنسية. تعرف الفئة في فرنسا باسم فئة أكيتاين، بينما تعرف في إيطاليا باسم فئة بيرجاميني. ثالثا غواصة الطيب 1400 و209. قامت مصر باستلام 4 غواصات من هذا الطراز النوع 209. هو فئة من الغواصات الهجومية التي تعمل بالديزل والكهرباء، وتم تطويرها حصريا للتصدير بواسطة داستويرف الألمانية. تم تصميم البديل الأصلي في أواخر الستينات على الرغم من عدم تشغيلها من قبل البحرية الألمانية، فقد تم تصدير 5 أنواع مختلفة من فئة 1100 و2200 و1300 و1400 و1500 بنجاح إلى 13 دولة، حيث تم بناء 61 غواصة وتشغيلها بين عامي 1971 و2008. متابعينا لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أخبرونا بآرائكم في التعليقات عن السلاح الأفتك الذي ترونه أنتم من بين هذه الأسلحة. اكتبوا لنا في التعليقات آرائكم، وشكرا جزيلا على المشاهدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مشاهدي ومتابعي قناة الساحات العسكرية، سنتحدث اليوم عن ترسانة الصواريخ المصرية المرعبة المضادة للسفن والقطع البحرية التي انضمت للخدمة بالقوات البحرية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية. في ظل تزايد التهديدات للدولة من كل الاتجاهات، وضعت مصر خطط تحديث لقواتها المسلحة. كان للقوات البحرية المصرية نصيب الأسد منها، حيث قامت بضم العديد من القطع البحرية الحديثة التجهيزات والتسليح. وقد شهدت ترسانة الصواريخ المصرية المضادة للقطع البحرية انضمام مجموعة جديدة من الصواريخ الأوروبية والأمريكية والروسية إليها لأول مرة، سواء من حيث الأنواع أو إصدارات النسخ. وهنا سوف نتحدث عن الصواريخ المعلن تواجدها بالفعل بالخدمة لدى القوات المسلحة المصرية. أولا، صاروخ السطح سطح الفرنسي الإكسوسيت، والذي يعتبر من أقوى الصواريخ البحرية في العالم. وإكسوسيت كلمة فرنسية تعني السمكة الطائرة. يصنع الصاروخ بواسطة شركة MBDA، والتي تقوم بتصنيع صاروخ الأوتومات أيضا. في العام 2004 بدأت شركة MBDA العمل على إنتاج البلوك الثالث من الصاروخ، والذي يتميز عن سابقه بمحرك محسن ساهم في زيادة المدى إلى 200 كيلو متر، مع تزويده بنظام للتوجيه بالGPS
لضرب الأهداف الأرضية والساحلية. الصاروخ يعمل بنظام الملاحة بالقصور الذاتي في مراحله الأولى، ثم بالتوجيه الراداري النشط، ويمتاز بالتحليق بشكل ملاصق لسطح البحر على ارتفاع منخفض جدا حوالي 2 متر فقط، بشكل يجعل عملية كشف الصاروخ واعتراضه صعبة جدا. يبلغ طول الصاروخ 4.7 متر، والوزن 670 كيلو جرام. أما وزن الرأس الحربي فيبلغ 165 كيلو جرام، والمدى الأقصى 200 كيلو متر، وسرعة التحليق 1130 كيلو متر في الساعة. قامت مصر بالحصول على جميع نسخ الصاروخ وإصداراته: الجو سطح، والسطح سطح، والبر سطح. يعمل البلوك الثالث حاليا في مصر على كرفتات الجويد وفرقاطة الفريم تحيا مصر. ثانيا، صاروخ الجو أرض الروسي KH-31، حيث ظهر الصاروخ على مقاتلات الميج 29 المصرية في فيديو من إصدارات إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية. وكان الصاروخ KH-31 قد ظهر لأول مرة في صورة تذكارية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أفراد القوات الجوية من أمام مقاتلة مصرية من طراز ميج 29. النسخة العاملة في مصر على مقاتلات الميج 29 هي النسخة المضادة للسفن من الإصدار KH-31AD، صاحبة المدى المقدر بين 120 إلى 160 كيلو متر، والمزودة برأس حربي بوزن 110 كيلو جرام. ثالثا، صاروخ السطح سطح البي 270 موسكيت البحري السوفيتي، الذي بدأ تصميمه في العام 1973. يبلغ طول الصاروخ 9.7 متر، ووزنه 4150 كيلو جرام، مزود ب4 محركات رام جيت تعطيه سرعة قصوى تبلغ 2800 كيلو متر بالساعة الواحدة، ومجهز برأس حربي يبلغ وزنه 300 كيلو جرام. يصل مدى الصاروخ بين 120 إلى 140 كيلو متر، ويطير على ارتفاع 20 متر فوق سطح البحر، ثم ينخفض إلى ارتفاع 7 أمتار في المرحلة الأخيرة قبل إصابة الهدف، ويعتمد على الملاحة بالقصور الذاتي ثم الرادار النشط في المرحلة الأخيرة. وعلى الرغم من أن هذا الصاروخ تعود تقنيته في الأساس إلى الثمانينات، ولا يطير على ارتفاعات ملاصقة لسطح البحر مماثلة للصواريخ الحديثة، لكن لديه أفضلية السرعة الفوق صوتية التي يصعب التعامل معها من قبل الأنظمة الدفاعية للسفن. وكذلك يملك الرأس الحربي ذات القدرة التدميرية الهائلة. حصلت عليه مصر بعدد 10 صواريخ كهدية من الروس، مع لانش الصواريخ السريع من الطراز مولينا في العام 2015، والمجهز بعدد 4 صواريخ جوالة مضادة للسفن من الطراز بي 270 موسكيت ذات الرأس الحربي الثقيل، المخصص لضرب السفن الحربية ذات الإزاحات الكبيرة. رابعا، صاروخ السطح سطح الأمريكي الهاربون، الأشهر بين الصواريخ المضادة للسفن في العالم. يستخدمه الجيش الأمريكي إضافة إلى نحو 30 دولة أخرى حول العالم. دخل الخدمة خلال سبعينات القرن الماضي، ويمكن إطلاقه من البر والبحر والجو. امتلكت مصر النسخة الأحدث منه، الهاربون، من البلوك الثاني من الإصدارين، سطح سطح على لانشات الإمبيزادور MK3، وعمق سطح على غواصات التايم 209. صاروخ الهاربون يستطيع التحليق على ارتفاعات منخفضة بالقرب من سطح البحر بصورة تجعل اكتشافه غاية في الصعوبة. كما يمتلك الصاروخ نظام للملاحة بالقصور الذاتي والقمر الصناعي والرادار النشط. الهاربون مجهز برأس حربي شديد الانفجار بوزن 224 كيلو جرام. يبلغ طول النسخة البحرية من 4.6 متر، ويتراوح وزنه بين 526 إلى 690 كيلو جرام، ومدى الصاروخ بين 120 إلى 140 كيلو متر. أما سرعته القصوى فتبلغ 1040 كيلو متر بالساعة الواحدة. خامسا، صاروخ السطح سطح الإيطالي أوتومات MK2. حصلت مصر على الإصدار الأحدث البلوك الرابع ضمن تسليح صفقة فرقاطات الفريم برجاميني. يمتلك صاروخ الأوتومات قدرة ضرب الأهداف البرية القريبة من الساحل
ويصل مداه الأقصى إلى 200 كيلو متر. يمتلك الصاروخ نظام للملاحة بالقصور الذاتي والقمر الصناعي والرادار النشط، إلى جانب وصلة بيانات لتعديل وضبط المسار. يتميز صاروخ الأوتومات تحديدا بأنه يجمع بين ميزات المدى المناسب والدقة الكبيرة والطيران شبه اللصيق بسطح البحر، يقدر بواحد إلى 2 متر فوق سطح البحر، والرأس الحربي الثقيل يزن 210 كيلو جرام. مضافا لكل هذا، يمتلك الأوتومات أعلى سرعة ما دون صوتية وسط كافة الصواريخ الجوالة المضادة للسفن من نفس الفئة، تبلغ 1160 كيلو متر بالساعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى ضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إن لم تكن مشترك، مع تفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد، وبانتظار أسئلتكم وتعليقاتكم على الفيديو، مع وافر الشكر لكم جميعا على حسن المتابعة. هكذا يبدو عمل تور لحماية هدف استراتيجي. نأخذ مثلا حالة يكون فيها الهجوم الصاروخي موجها ضد محطة ذرية وليس ضد مطار. انطلاقا من مبدأ من يملك القوة يستطيع أن يحافظ على السلام، ومن هذا المنطلق لم تدخر قوة الدفاع الجوي جهدها عبر امتلاك أقوى القدرات. يليه القاذف تور ام روسي الصنع، وهو أحد أنظمة الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات ذاتي الحركة، يعمل ضمن منظومة متكاملة لصد وتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية المعادية. في جيشنا آلية تستطيع إيقاف جحافل صواريخ كروز وتسمى تور، وهي ملزمة بإيقاف قطعان العدو المجنح. هذا القناص المجنزر قادر أيضا على إسقاط المقاتلات عالية السرعة والقنابل بطيئة الصفور. هكذا يبدو عمل تور لحماية هدف استراتيجي. نأخذ مثلا حالة يكون فيها الهجوم الصاروخي موجها ضد محطة ذرية وليس ضد مطار. تطير الصواريخ هنا من 3 جهات في آن واحد، وكما نرى تساعد محطات الرادار القتالية أنظمة تور في حماية محطة الطاقة النووية، ومداها الفعال أكبر بعدة مرات من مدى رادارات مجمعات الدفاع الجوي. وحالما تتلقى محطات الرادار إشارة بوجود خطر ما، تبلغ أنظمة تور بالمعلومات حالا. سفينة العدو هي أول من يسدد الضربة، ونحن نرى كيف أن صواريخها المجنحة تطير على مقربة من سطح الماء، وعلى أثرها تضرب المحطة الصواريخ المقاتلة. إذن توجد في الجو في آن واحد عدة صواريخ مجنحة وكلها تطير باتجاهه. بحسب السيناريو ستدمر لدينا أولاً صواريخ السفن، ثم صواريخ أرض سطح، وأخيراً صواريخ الطائرة من دون طيار والطائرة نفسها. للمقارنة تبلغ سرعة توماهوك 880 كيلومتراً في الساعة، ويقطع الصاروخ الأمريكي المضاد للرادار هارم خلال الفترة الزمنية نفسها 2280 كيلومتراً، علماً أن هارم أصغر من توماهوك ب2 متر، لذا فإن إصابته أصعب، بيد أن التور ملزم بذلك، وهذا أمر طبيعي، فقد صمم هذا النظام لتدمير هذه الأهداف. من الضروري أيضاً
توضيح أن التور ليس إلا جزءاً من نظام الدفاع الجوي، وتتمثل ميزة نظام تور في أن صواريخه مزودة بمحرك سير، لذا تستطيع تغيير مسارها أثناء طيرانها. ثم إن التور يستطيع أن يأخذ على عاتقه أصعب الأهداف التي تطير على ارتفاع 4 أمتار أو 5 عن سطح الأرض. هذه مشاهد نادرة لإطلاق تور صواريخه أثناء سيره. يكتشف راداره أثناء سيره مباشرة الهدف ثم يطلق الصاروخ، وهذه ميزة أخرى لنظام تور الجديد عن أنظمته السابقة، إنها القدرة على تغطية وحدات الجيش وهي تسير بسرعة تزيد عن 40 كيلومترا في الساعة، والمهم في أي ظروف جوية وفي أي فصل من فصول السنة. لا يحتاج دماغ تور الإلكتروني إلا إلى عدة ثوان لا غير للتفكير لتنطلق صواريخه حالاً باتجاه العدو. مجموعة الصواريخ الأولى تدمر أكثر الأهداف خطورة، أما المجموعة الثانية فتدمر ما تبقى منها. يجري اختبار نموذج معياري لنظام تور على متن فرقاطة الأدميرال غريغوريفيتش، ومن الممكن أن نصف هذه السفينة الحديثة للأسطول الروسي ساحة أبحاث حقيقية لأحدث أنواع الأسلحة الروسية. يكتشف رادار تور الأهداف، وينطلق في اللحظة نفسها صاروخ مضاد للصواريخ، ويبدو للحظة أنه معلق في الجو، ثم ينطلق بعيداً بسرعة هائلة. انتبهوا إلى مساره، ينعطف يميناً ويساراً وكأنه يخفي الآثار، ولا تسمح هذه الحركات العشوائية للعدو بالتصويب عليه. وتمر فترة قصيرة ويدمر الصاروخ الأول الهدف الافتراضي للعدو الافتراضي على ارتفاع 1000 متر، وينطلق الصاروخ الثاني بعد الأول، وسيكون عليه أن يدمر أصعب هدف، وهو الهدف الذي يحاكي صاروخ هاربون المضاد للسفن. لاحظوا كيف يطير منبسطاً على سطح الماء وكأنه يتمازج به تقريباً، لكن التور لا يترك له أي فرصة ويدرك العدو. وحتى لو انقض علينا 20 صاروخاً من نوع توماهوك فإن نظام التور لن يرتبك، بل سيساعد جاره نظام التور آخر على توجيه صواريخه إلى الهدف. مرة أخرى ينبغي هنا أن نتذكر يوم 17 من شهر أبريل نيسان عام 2017 عندما ضربت صواريخ توماهوك الأمريكية المطار السوري. حسناً، لنبين كيف ستعمل وحدة تور القتالية، لكننا سنعقد المهمة هنا قليلاً، ومن أجل ذلك نستخدم صواريخ ناتو مافريك، فهي تطير أسرع قليلاً كما أنها أصغر، لذا ستكون إصابتها أكثر صعوبة. سيواجه هذه الصواريخ على الأرض 2 من أنظمة تور، وكل منهما يدافع عن رقعته في السماء، علماً أن المسافة بينهما قد تصل إلى 5 كيلومترات. ويبدأ هنا العقل الجماعي بالعمل، وتقوم الآن آلتان لا واحدة بتحديد الهدف الأكثر خطورة، فالتالي وكل خطوة بنصر نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر تحيا مصر يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب. نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر